تطبيق العروسة الجديد يشكل خطرا كبيرا على صور الفتيات. يحذر الكثير من التقنيين استعمال هذا التطبيق. راه كتشكل خطر على الخصوصيه ديالك اختي، حيت ملي كتصوري هذيك التصويره راه كتابلودا السيرفر ديال الشركه، يبيعوا فيهم، يشريوا، يقدروا يستخدموهم في دراسات، يقدروا انهم يديروا بهم اشهار، يقدروا يديروا بهم اي حاجه. اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات ماضيه تحديا جديدا لقي تفاعلا كبيرا بين مئات النشطاء وخاصة النساء، وتعتمد الفتيات في التحدي الذي أطلق عليه عروسة المغرب على تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بتعديل الصورة على شكل عروسة. ويعمل التطبيق المجاني على تغيير الصورة لتصبح صورة الفتاة على شكل صورة عروسة ببضع نقرات فقط وفي ثواني معدودة. وتهافتت الفتيات على التطبيق وانتشر بشكل واسع، فأصبحنا معظم الفتيات يستعملن هذا التطبيق لنشر صورهم على انستغرام أو غير ذلك. وفي هذا السياق حذر المبرمج وخبير المعلومات أمين رغيب في فيديو تقسمه مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحذر من استعمال هذا التطبيق. الاخوان والاخوات خصوصا بزاف فيكم تيسول على هاد لابليكاسيون اللي اثارت الجدل في المغرب ديال العروسات بدون عريس، حيث يقوم هذا الأخير بتخزين صور الفتيات في سيرفرات مجهولة، حيث يمكن استعمال هذه الصور في الإعلانات وغيرها أو بيعها لأطراف ثالثة. ومشكله في الخصوصيه. خصكم تعرفوا الاخوان والاخوات، انا نهضر مع البنات اكثر، ان هذيك لابليكاسيون راه كتشكل خطر على الخصوصيه ديالك اختي، حيث عند استعمال التطبيق فإنك توافق على كل البنود، حيث يمكن استعمال الصور الخاصة بك في الإعلانات أو غير ذلك، لأن الشركة التي تمتلك هذه السيرفرات غير معروفة. ومن الممكن أيضا استعمال صورك في الذكاء الاصطناعي خلق شخصيات في العالم الافتراضي. حيت ملي كتصوري هذيك التصويره راه كتابلودا السيرفر ديال الشركه مولات هذيك لابليكاسيون، وبالتالي ما عندك حتى شي ضمان كيفاش غادي يتريطاو هذوك التصاور ديالك من بعد. يقدروا يبيعوا فيهم، يشريوا، يقدروا يستخدموهم في دراسات، يقدروا انهم يديروا بهم اشهار، يقدروا يديروا بهم اي حاجه. وقد منع هذا التطبيق في العديد من الدول الأوروبية، حيث أنه يخالف السياسة التي يستعملها الأوروبيون. وأكد خبير معلوماتي عن قراءة بنود أي تطبيق قبل استعماله أو إدخال صورك فيه لكي تكون مطمئنا على الأقل. أو ربما إذا كنت سوف تستعمل مثل هذه التطبيقات استعمل تطبيقات معروفة أو لشركات معروفة التي تقر على أنها لا تبيع الصور إلى طرف ثالث، أو استعمالها في العديد من الإعلانات. فمثلا تطبيقات البثوث المباشرة يستعملون تلك البثوث لبث إعلاناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بدون موافقة أصحاب الفيديو. وهنا يجب أن نكون حذرين في استعمال هذه التطبيقات، أن نكون أكثر حذرا في استعمال صورنا ومعلوماتنا في مثل هذه المواقع أو التطبيقات، وأن نكون أكثر حذرا. وهنا نصل إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك واتركوا لنا تعليقاتكم، ونراكم في حلقة قادمة.